السلام عليكم. كلمتين كده بسرعة كده، أنا مش محضر أي حاجة، أنا هفضفض بس بكلمتين وعشان وقت الفيديو. بخصوص رحيل علي معلول أو الأنباء اللي ظهرت النهاردة إن النهاردة النادي هيوجه له الشكر، وإن هو خلاص آخر موسم ليه أو آخر ده مدة تعاقد، وإن علي معلول هيمشي. أولا، ليه أفضل حاجة إن علي يمشي في الوقت ده بالذات؟ ليه ده أفضل وقت إن علي معلول يمشي فيه؟ ده أصلا لمصلحة علي. لو أنا وأنت كمشجعين اتفقنا إن إحنا بالعقل كده وبالمنطق، اولا علي لو جدد، اول حاجه علي مش هيلعب. تاني حاجه، علي مرتبه مع النادي الاهلي، علي بياخد مليون ونص دولار. اضربهم انت بالمصري زي ما يكونوا بكام. النقطه الثالثه، علي سنه 35 سنه، سنه 35 سنه. حضرتك لو على العطاء والانتماء، علي مش هيكون زي حسام عاشور. حسام عاشور لعب مع النادي الاهلي 16 سنه، اخذ فيهم 37 بطوله. فانت هتقارني علي مثلا بحسام عاشور وتقول لي لا ده عشان تجديد؟ لا. لو على الانتماء فعلي معلول مش هيجي حته قد كده في انتماء حسام عاشور. حسام عاشور من ابناء النادي الاهلي. حسام عاشور اخر لعب 16 موسم كلهم اساسي، باستثناء اخر موسم مع فايلر، بس هو اللي ما لعبش اساسي. لكن مده 16 سنه كلها حسام عاشور اساسي في نص الملعب للنادي الاهلي. حسام عاشور اخذ 37 بطوله. لما حب بس ان هو يجدد موسم على حسب غير رغبه المدير الفني، النادي الاهلي قال له شكرا مع السلامه. حلو. لو على موضوع التضحيه، فالتضحيه علي معلول ضحى بمبالغ، بس ما خدهاش في ايده، ما كانتش مبالغ في ايده في موضوع الخليج والكلام ده. بس لو على التضحيه فكهربا ضحى اكتر من علي معلول. وبمجرد ما كان سبب في خساره بطوله، او ان هو كان اداؤه مش قد كده في اخر 6 شهور، رغم انه كان قبلها الموسم اللي فات كان هو السبب الاساسي ان احنا نكسب بطوله افريقيا، وكان هو هداف، هو هداف البطوله. بس بمجرد ما رجع مستواه، بمجرد ما كان السبب في خساره بطوله، انت اول واحد وانا معاك شتمنا كهربا، زمنا عليه، طلبنا برحيله وكل حاجه. فانت احسن حل انه علي يمشي ليه في الوقت ده، احتراما لعلي معلول. علي معلول ليه مكانه كبيره قوي عندنا، ليه مكانه كبيره جدا عندنا. فاحتراما لمسيره علي، واحتراما لتاريخ علي معانا، واحتراما لكل حاجه، وتقديرا لعلي كمحترف من افضل المحترفين اللي جات في تاريخ الدوري المصري كلها، وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي من 1907 لحد 2025 بتاعت النهارده، علي معلول من افضل المحترفين. وتمام، كل حاجه انا متفق معاك. بس خلاص، اللاعب مرحله، مفيش حاجه اسمها عاطفه، مفيش حاجه اسمها عاطفه، في حاجه اسمها انا قادر افيدك وقادر تفيدني ولا لا. هل علي معلول هيديني تاني؟ خلاص لا، مش ما فيش، مش هيقدر. ده من وجهه نظر انا كمشجع اهلاوي. علي هيقدر، علي سنه 35 سنه، دي مشكله او ده سن خلاص. النقطه الثانيه، ان احنا متعاقدين فعلا اول الموسم مع واحد في مكانه، يحيى عطيه الله باك شمال. يبقى انا من 5 محترفين هجيب مكانهم، هجيب فيه 2 لعيبه. يحيى عطيه الله اعلم بياخد 450,000، اديله هو مرتبه وهو مصاب، واجدد لعلي كمان وقدامه شهر ان هو يلعب، والموسم بتاعي كله قدامه 3 شهور، وادخل بقى انا بعد كده في تسديد. حضرتك انت وانا كمشجعين اهلاويه احنا بنحكمها بالعقل، عكس مشجعين تانيين. يعني انت لو بصيت او ضربت مثال، الفرق ما بيننا وما بين نادي الزمالك، نادي الزمالك استحاله هيطالب علي معلول. احنا كجمهور اهو بنطالب علي معلول ان هو يمشي وان هو ما يجددش، ودي رغبه المدير الفني واحنا هننفذها له، والاداره برضه هتنفذها له. لكن تقدر انت كمشجع زملكاوي انك انت تطالب برحيل شيكابالا؟ شيكابالا عنده 37 سنه، شيكابالا بياخد 40 مليون جنيه في الموسم. شيكابالا في خلال الموسم كله لو لعب، اقسم بالله تاني، انا افتكر ان شيكابالا من اول الموسم ده ما لعبش مثلا 3 ماتشات اساسي، ما لعبش 3 ماتشات كاملين. شيكابالا ربع ساعه وشكرا، ربع ساعه كل 6 ماتشات وشكرا. بس هل حد من الزمالك يقدر يقول له امشي؟ ما يقدرش. ليه؟ عشان شماتة نحن، عشان احنا مثلا هنقول ايه ده، احنا عندنا حق ان شيكابالا خلاص ان هو بيضيع نفسه، ان هو لعيب جامد وكل حاجه، بس هو بيضيع نفسه. فهو خلاص، دي مرحله انتقاليه. 37 سنه خلاص، المفروض ان هو كل الناس عارفه ومتاكده ان شيكابالا ما بيديش نادي الزمالك. بس ده ما يخصناش. اما بخصوص علي معلول، فانا باكد تاني، الافضل لعلي والافضل لعلي ان هو يرحل في الوقت ده. وبرضه بكرر وبعيد تاني، لو على الانتماء وعلى التاريخ فحسام عاشور او علي معلول مش هيجي حته قد كده في تاريخ حسام عاشور. حسام عاشور لعب مع النادي الاهلي 16 سنه. عارف يعني ايه 16 سنه؟ 16 سنه دي مده كبيره جدا.
في مشجعين بتطالب بتجديد علي معلول ما كانتش اتولدت اصلا لما كان بيلعب حسام عاشور مع الفريق الاول. لو على التضحيه فبرضه كهربا دفع 2 مليون دولار وشويه كسور غرامه عشان بس ان هو يقدر يجي النادي الاهلي. فلو على التضحيه وعلى الانتماء في اتنين اهم مشيوا وعلى الانتماء في اتنين اهم مشيوا عادي. دي بتحصل. الفكره كلها انا قادر اديك وانت قادر تديني ولا مش قادر، بس دي كل الليله. السلام عليكم.